وانا نازله الصبح اركب الولاد باص المدرسه، سلمت على جارتنا منى اللي كانت بتحكي لجارتنا اللي ساكنه في التاسع ازاي وهي واقفه في المطبخ شمت ريحه اكل حلو قوي. وعشان منى اكيله قررت تعمل زيه، لكن افتكرت فجاه انها اترقت في الشغل وعازمه ناس كتير جدا على حفله كبيره. لكن فجاه وسط الاكل والانبساط وسط الهدايا الكتيره جدا اللي جات لها والناس كلها مبسوطه بيها، منى حست بمغص شديد جدا. وعشان هي مش بتتحمل الوجع اللي من النوع ده، خدت جنب شوية لحد ما الدنيا تهدى معاها. لكن للأسف دخلت في نوبة اكتئاب ونوبة عياط شديدة جدا. في الوقت ده لاحظت سمر صاحبتها إن هي مش موجودة في الحفلة. بالمناسبة سمر بتبقى موجودة معاها في الشغل وهي بتغير منها جدا. لكن منى افتكرت إن سمر استندلت معاها في موقف عدى عليه سنتين. بالمناسبة هي مش فاكرة اللي استندل سمر ولا علا، ما علينا. يجي علي الغلبان بالهدية إياها اللي كان موعدها بيها من سنتين وبيحوش في تمنها بقاله سنة، لكنها تفتكر فجأة إن هو من 10 سنين لما كان رايح يتقدم لها ما جابلهاش التورتة اللي كان نفسها فيها. الحقيقة إن هي ما كانتش عارفة كل ده بيحصل ليه، لكن ده بيحصل بسبب برين مستر والتنشن بسبب تغيرات الهرمونات قبل الدورة.